الجزء الثاني من هذا البرنامج بعد تحديد طبعا التسلسل لإعدادات الدوري. نظهر بندوس هنا على التالي، بيدينا ايه إخفاء للجدول، بينزل ده بيختفي معانا، وده أيضا بيختفي، والمفروض يظهر إظهار جديد، وهو لما احنا حددنا المحاربين مثلا 11 أو 5 أو 6 أو كام ده، لازم يظهر لك القائمة اللي فيها عدد المحاربين الموجودين المسجلين داخل البرنامج، وتقدر تسكنهم في الجدول. التحديد اللي احنا حددناهم اذا كان 11 ولا 5 ولا 6، بتسجلهم اضافه 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 اضافه، ومن خلالها بندوس تالي بيدينا جدول الدوري والترتيب والتوقيت، توقيت المباراة. يبقى احنا في الحلقة ديت اللي احنا هنعمل يظهر نموذج جديد، ويحدد فيها المحاربين، ويظهر الترتيب الدوري والتوقيت، يظهر الترتيب الدوري والتوقيت. هنا المحاربين عملنا ثلاث محاربين. هنعمل القائمة القادمة بعد ما طبعا ندوس التالي، هنا هيفتح لي قائمة. هنا مفروض طالما اتعملت قائمة يبقى لو احنا مثلا حددنا 3 فرق فقط اللي هيشاركوا، وهنا نعم، وهنا يدوي، وهنا مباراة فاصلة وخلاص، والتالي هنا المفروض ده يختفي ويفتح معاه قائمة تانية. ناخد نسخة من فورم 5، هتبقى 55. ده كله هيتحذف وهتسيف. يبقى هنا عند التالي هنضغط هنا هتبقى هنا 55. طب ايه 55 بقى؟ احنا طبعا هنا عدد الفرق، لو عملنا عدد فرق 3، فالمفروض عدد الفرق الثلاثة ديت اتحددت هنا في المكان ده، في الخانة دي 3، يحجز نطاق 3 خانات فاضية فقط في جدول، يحجز يعمل جدول جديد وينشئ جدول فيها 3 خانات فاضية، فيها 3 خانات فاضية. فاحنا دلوقتي هننشئ مجرد ما يعمل التالت يحجز لنا، يعمل لنا جدول جديد ويضيف عليها 3 خانات فقط فاضية، نقدر نحط عليها اللعيبة، نقدر نضيف عليها اللعيبة. في حتة الحجز في الدوري احنا هنشتغل في حالة حجز لو الرقم 3، عدد الفرق 3 فقط، هنحجز لو 3 فقط. دلوقتي ما هو طريقة الحجز؟ هنعمل جدول بسيط، جدول عبارة عن على فيلد 1 وفيلد 2. فيلد 1 وفيلد 2 هيكون فيه خانات الواحد ادي كده 3 3 3، ادي ال3 خانات اهم الفارغين. بعد كده احنا هنسيف هذا الجدول باسم T3 او D3، يعني دوري بيتكون من 3 فرق، دوري يتكون من 3 فرق. ونعمل حفظ.
هنيجي هنا نعمل الاستعلام ونقول الدي 3 دوت نزل لي الخانة الأولى والخانة التانية. بس قبل ما نعمل الدي 3 نعمل إغلاق. معلش الأول هنعمل مكان الحجز، هناخد نسخة من دي طبق الأصل، وهتعمل هنا اد البلاير، اد دوري اللي هي الدوري. هنيجي هنا هنعمل الاستعلام اللي هي بتاعة الدي 3، هننزل الخانتين دول هنحفظها باد اللي هي العلامة دي، والداتا دي وديها لي إلى اد دي، ونعمل الحفظ. بس ده هيتعمل بالكويري، كويري مسافة أو كويري أندر. بعد كده هنعمل دي 3 دي 3. بعد كده مع ايه الكلام ده؟ معنى الكلام ده اللي هو البلاير اللي اتكتب هنا، لو هنا مش مكتوب حاجة، لو هنا حبينا نكتب دوسنا على هذا الخيار هنلاقي كتب هنا التلات لعيبة اللي كتب. طب هما فين التلات لعيبة؟ ده هيتعمل في المرحلة اللي بعد كده. يبقى المطلوب اللي احنا الزرار ده في حالة الضغط عليه يحجز 3 أماكن في الدوري، في اد الدوري 3 أماكن في الدوري. لو كيو دي 4 هيحجز 4 أماكن في الدوري، دي هنعملها في الحلقات اللي جاية. فاحنا هنا عند إنشاء الدوري والدوس التالي لازم ايدينا تيجي على الدوسة هنا في كيو دي 2، فلازم ده هناخده معانا هنا في كود اللي هو يبقى يفتح هذا الاستعلام علشان يحجز 3 لعيبة في هذه المرحلة، يحجز 3 لعيبة في هذه المرحلة. هيجينا عند التالي، أول حاجة هنعملها هنضيف كودين. الكود الأول ده يمنع أي مشكلة ظهرت، شاف أي مشكلة ظهرت فمش هياخد إجراء، وهنا مش هيديك أي رسائل تحذيرية. وهنيجي هنا بعد الأبديت فتح استعلام، اهو فتح استعلام اهي. فتح استعلام اللي هو الاستعلام اللي احنا عملناه اللي هو ده، هناخد النيم بتاعه بس بشرط بقى هنعمل اف كو لو مي دوت عدد الفرق ده تكست 12 مي دوت تكست 12 بتساوي 3 زد. ايه اللي يحصل؟ هنفتح دو اسمد ديت إلس اي حاجه غير كده اند اف، متعملش اي اغراق بس.
كده. طبعا احنا هنا معلش اللي هو الاد دوري هنا في 1 2 3. لو عملنا هنا انشاء دوري عدد الفرق 5 ولا 6 ذهاب ولا عودة والكلام ده ماشي. التالي هنا مي دوت تكست 79 بيساوي 9 ماشي. ده في هنا خطأ ليه؟ ده نشوف كده الأول الخطأ ده. ماشي. ده عشان لسه كنا فاتحين عاملين نموذج جديد فالمفروض نفرغه، والنود بتاعه ده هيتفرغ. هنا مش هتلاقيه ضاف معانا التلات الجداد، لكن احنا لو عملنا عدد الفرق 3 نعم دون شوية حاجات كده ماشي، ايه اللي هيحصل؟ هيضاف معانا 3 تلاتات جداد، حجز معانا 3 تلاتات جداد. والجزء بقى اللي بعد كده اللي هو النطاق ده هياخد الرقم، هياخد انهي رقم بقى؟ اللي هو بتاع الرقم ده اللي هنا، هيحجز لنا الرقم ده عشان من خلاله هنعمل تصفية يظهر معانا تاني مرة أخرى عشان نقدر نحط الفرق. هنكمل بقى الجزئية ديت وازاي اللي احنا ناخد الرقم ده مدرك معانا في الجدول اللي هو اللي اسمه اد. هنعمل هنا تكست بوكس جديد وليكن فيلد 3 اللي هتحط فيه الرقم، وهنيجي هنا وهنقول له دوت بيودي على الجدول دي 3، وهنا بيودي على جدول فيلد 2. طيب هنيجي هنا عند دي 3 هنشوف الأول هو بياخد أنهي جدول. بياخد الجدول اللي هو دي 3 وبيوصلها على جدول الآد، بيوصلها على جدول. يبقى احنا لازم الدي 3 دوت هنعمل هنا ريكويري تقرير، هنغيرها على الكريتيريا ونقول بتساوي تقريبا مش تنفع. هنشوف هنحاول ان احنا وهنا ده الاد احنا عايزين نجيب مربط لهذا الرقم اللي هيتضاف في المكان دوت. طيب نتعمل بقى ازاي؟ هنعمل فيلد 3 هو ده اللي هتحط فيه الرقم، وهنا هتحول الى فورم متعدد بهذا المنظر. وهنيجي هنا هنسيب الاد، وهنا هنقول له هذا الجدول ان القيمة الافتراضية بتاعة فيلد 3 بتساوي الآتي: القيمة الافتراضية بتساوي فورم 5 و تكست 81. ده القيمة الافتراضية. طب احنا عايزين نختبر الجزئية دي اللي احنا هنقول له هنا افتح لي بعد ما تسجل وندوس التالي. هنفتح
الفورم الآخر هو تقريبا فورم 55. اللي هو ده دوت عند الفتح هيفتح معانا عند التحميل هيفتح معانا اوبن فورم اللي هو اد دي. بس هنا خد بالك ان الاد دي ديت لازم نعمل لها نموذج اللي هو بوب اب. لازم نعمل لها البوب اب ده اللي هو ديت اهي. هنخلي 2 بيس عشان خاطر يفتح كنموذج مصغر، وهنشوف دلوقتي يعني أثرت على إيه اللي إحنا عملناه، هل هتنجح أم لا. هنا الدوري راجل خد بالك إن الرقم ده 47 ومهم أوي الرقم ده اللي هو المربط. تمام. التالي هو هنا عمل لي على آخر واحدة بس تقريبا. هنا عمل لي واحدة بس هو عشان هنا فتح 2. انتوا شايفين هنا عمل لي 47. كان الكلام ده كان عايزينه اللي هو عمل لي كاد نيو إضافة جديدة، لكن ما سجليش زي ما انتوا شايفين كده. فهنعمل محاولة تانية، ولكن هنا إن شاء الله المحاولة دي اللي جاية دي هتكون في الحلقة الجاية إن شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.